السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعي إبراهيم المنيسي في كل مكان. يوم حافل بالأحداث والمؤتمر الترويجي المهم جدا لكأس العالم للأندية وغلق باب القيد الاستثنائي والاستقرار على القائمة الكاملة والنهائية للنادي الأهلي. تفاصيل كتيرة فيها، ولكن ماذا عن العيون الزايغة في ميامي؟ أخبارها إيه؟ وسام أبو علي أنهى مهمته مع منتخب فلسطين. المنتخب الفدائي تعادل مع سلطنة عمان في المباراة اللي اتلعبت في الأردن في ختام جولة هذه المجموعة في تصفيات آسيا لكأس العالم. هارد لك لأبطال فلسطين، كانوا متقدمين بهدف، سجلوا عدي خروب في الدقيقة 49، يعني بدايات الشوط الثاني. فضلوا محافظين عليه. رأس الحربة وسام أبو علي لعب المباراة كاملة. كان منتخب فلسطين لو كسب النهاردة يدخل بقى المرحلة اللي جاية من التصفيات، لكن للأسف في الدقيقة 97، يعني الدقيقة 7 من الوقت البديل، احتسب الحكم ضربة جزاء للمنتخب العماني اتعادلوا بيها عشان يودع منتخب فلسطين هذه التصفيات ب10 نقاط ويتفوق عليه سلطنة عمان بنقطة. وسام الحمد لله لعب المباراة كاملة، خرج منها سليم، بذل مجهود كبير مع زمايله، كان عليه رقابة مشددة جدا. الفريق العماني كان لعب 5 ورا، لعب 5-4-1، فكان يكفيه التعادل، فعشان كده كان راصص حائط صلب جدا. كان في رقابة مشددة على وسام، يمكن حتى ده أثر على التحاماته سواء على الأرض أو الالتحامات الهوائية أو حتى دقة تمريره اللي وصلت ل50% فقط مع زمايله، لأنه فعلا كانت الدنيا زنقة قوي والخرسانة العمانية شديدة. هارد لك للمنتخب الفلسطيني، أبطال بجد. منتخب بيمثل قضية أكتر ما بيمثل فرقة كورة يعني. وسام اتحرك مباشرة بعد المباراة، أخذ الطيارة إلى ميامي، هيوصل صباحا إن شاء الله تعالى. نتمنى له الراحة، ونتمنى هيريح يوم الأربع طبعا في يوم الوصول، ويتمرن من الخميس بإذن الله تعالى. ده بالنسبة لوسام. النهارده كان في مؤتمر ترويجي للبطولة. جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، المديرين الفنيين ماسكيرانو المدير الفني لإنتر ميامي، ومديرنا الفني خوزيه ريبيرو. حضر طبعا كضيف شرف رونالدينهو النجم البرازيلي الشهير وواحد من سحرة الكرة بجد يعني. حضر كضيف شرف لهذا المؤتمر الترويجي. ماسكيرانو عامل حساب الأهلي قوي، وكلامه انه المباريات الافتتاحية كتير لما بتبقى فيها جذب جماهيري للفريق التاني، وقال ان انا اتوقع حضور جماهير من مصر وتحديدا للأهلي. واضح جدا انه دارس كتير عن الأهلي، متعرف على حجم شعبية الأهلي وعلى جمهور الأهلي كسلاح قوي مع فرقته. ان شاء الله تعالى الجمهور اللي هيكون حاضر هيكون مؤثر جدا في مباراة مساء الأحد أو فجر الاثنين إن شاء الله تعالى في دعم الأهلي في هذه المباراة الافتتاحية. قال ماسكيرانو إن هو بيتوقع إنها مباراة صعبة، قال لك مش هتكون سهلة أبدا، وقال إن احنا مش هنخوضها بفلسفة إن احنا بنلعب على أرضنا، لأنه هنا الامور ممكن تفرق كتير. احنا هنتعامل على ان احنا ضيوف زينا زي الفريق المنافس، لانه قال لك عادة هذه الفرق بتقدر تعمل المفاجآت وبتقدر تحدث نتائج قوية في المباريات الافتتاحية. ليونيل ميسي النجم اللي فارض نفسه على كل حوار، البرغوث مفيش حل معاه في الرقابة الفردية. مدربه ماسكيرانو قال لك ميسي
هو رقم 1 في العالم، والرقم ده من الطبيعي انه يتجاوز صدوره حدود الرياضة. فقال ان احنا وجود ميسي معانا اصلا في ميامي نقلة نوعية كبيرة لكرة القدم في امريكا، وهو قيمة مضافة للرياضة والكرة عامة. يعني هو عنده تقدير كبير لميسي وهو يستحق. قال لك اعتمادنا عليه اعتماد اكيد اساسي، لكن احنا معانا فريق كمان قوي وبنجهزه لهذا اليوم ولهذه البطولة، وبيعول كتير على المباراة الافتتاحية. وقال لك تجربة ميسي مع الكرة الأمريكية تجربة مثمرة جدا وعملت نقلة كبيرة للكرة في أمريكا. خوزيه ريبيرو المدير الفني للأهلي ما اختلفش كلامه عن تقدير ميسي عن كلام المدير الفني لإنتر ميامي، بل انه شايف انه ميسي قوة كبيرة، لكن بتفكر فيه ازاي يا ريبيرو؟ قال لك من الطبيعي جدا على اي مدرب يواجه ميسي عليه ان يفكر كثيرا، لكن تبدأ رقابته بمجرد استلامه الكورة. يعني ده رقابة مكان، مش رقابة مان تو مان. يعني المكان اللي هيتواجد فيه قال لك علينا ان احنا نشتغل بمنطق انه عندما يستلم ميسي الكرة يكون فريقنا جاهز للتعامل معاه بذهنية نشطة وبتركيز عالي. خوزيه ريبيرو قال لك البطولة صعبة ودي اقوى اندية العالم، لكن احنا جايين بقيمتنا وقوتنا وفرقتنا وطموحنا. وقال ان انا عندي شغف كبير جدا لهذا اليوم ومترقبه بشدة، وعندي ثقة في لاعيبتي ان احنا هنقدم كرة محترمة جدا تليق باسم الاهلي. كلام طيب من خوزيه ريبيرو وثقة منه في قدرات لاعيبة النادي الاهلي، وربنا يوفقه انه يختار الاقرب والامثل والاشهر او الافضل للمباراة. لان انا الحقيقة مع كثرة عدد اللاعبين والصفقات التقيلة للاهلي علّى بها الكواليتي بتاع فرقته، بقيت تشعر ان في عيون زايغة. الفرقة مزغللة عيون حتى الخبراء، حتى اخواتنا المحللين ونجوم التحليل في اون سبورت اللي موجودين هناك طوال الايام اللي فاتت. كل واحد فيهم تسمع منه رؤيته للتشكيل ايه تلاقيه مختلف بنسبة كبيرة عن التاني. حد شايف انه نلعب 3-4-3، وحد يقول لك 2-4-3-1، وواحد يقول لك 4-4-2. وبعدين لما تسمع افراد، واحد ينحاز للعش وياسر ابراهيم، واخر يقول لك اشرف داري خبرة كبيرة جدا، حد يقول لك كريم الدبيس، وبعدين تسمع واحد يقول لك لا يحيى عطية الله خبرة كبيرة. تنزل في نص الملعب تلاقي خناقة، قال ديانج ومروان، ولا بين رمضان وديانج، ولا مروان وامام، ولا امام وبين رمضان. بقول لك يعني احنا ما دخلناش في الباقي لسه كمان. انما طيب حمدي فتحي يلعب هاف ديفندر، ولا يتم استخدامه ليبرو بين السردباكين وقدامهم في المواقف الدفاعية، ويتقدم في المواقف الهجومية لمستوى الهاف ديفندر في نص الملعب. بقول لك يعني الاهلي زغل العيون، الناس دي كلها العيون الزايغة قوي، محدش قادر يستقر. طيب تريزيجيه الله عليه، لا غبار عليه، ما ينفعش تلعب من غير تريزيجيه. الشوط الثاني اللي خده في مباراة باتشوكا بين انه هو قوة جدا للفرقة ومطلوب جدا، وواحد من الكباتن الكبار والتقيل في الملعب. بس بن شرقي هتعمل ايه فيه؟ حدوته برضه. وبعدين تشوف في الناحية التانية في الجناح اليمين، انت بتتكلم في طاهر اكثر جاهزية واكثر حمية واكثر روح واكثر دفاع واكثر حاجات كتيرة قوي بترجح كفته. بس ده زيزو عايز تغيظه،
طب هات له زيزو، بس هتعمل ايه مع حسين الشحات؟ ما انت زحمت الشمال فرجع لمكانه الاصلي في اليمين. طب هي يعني بقول لكم حدوته صعبه جدا، وفي راس الحربه ما بين جراديشار ووسام ابو علي تحسمها درجه جاهزيه وسام مع وصوله ان شاء الله تعالى بكره. يعني اذا كان كل المحللين و نجوم اون سبورت كلهم عينيهم مزغلله قوي في اختيار تشكيل الاهلي والطريقه، فما بالك بقى بخوزيه ريبيرو وهو شايف درجه جاهزيه اللعيبه قدامه في الملعب. عشان كده بقول لكم الرهان على اختيار طريقه اللعب، ثم الاسلوب الامثل، ثم التشكيل المناسب. اليومين الجايين هيبينوا ده كتير، لانه لسه في 3 تدريبات كمان يحط الخواجه ايده عليها بشكل احسن. انما الحل مع ميسي هو اللي قاله ريبيرو، انه الحل بالنسبه لنا نبقى جاهزين لمواجهته في كل لحظه توصل له الكره فيها في اي مكان، فالكل يبقى عينيه في راسه من هذا البرغوث. القايمه قفلت الساعه 12 منتصف الليله، قفلت قايمه الاهلي عند القيد الاستثنائي اللي حدده الاتحاد الدولي من 1 ل 10 يونيو. فقفلت على مين؟ على محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحة ومصطفى مخلوف وياسر ابراهيم واشرف داري ومصطفى العش واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني. رمضان بيكهام مثلا واحد من الناس اللي كتير بيرشحوهم بعد ما لعب الشوط الثاني المباراه اللي فاتت واثبت كفاءه ويقظه ووعي، خاصه في الخروج بالكره، انه يلعب اساسي. برضو مزيد من الزغلله. محمد هاني وخالد عبد الفتاح وعمر كمال ويحيى عطيه الله وكريم الدبيس واحمد نبيل كوكا. وفي نص الملعب في القايمه بتاعه الاهلي مروان عطيه وحمدي فتحي واليو ديانج ومحمد مجدي قفشه واحمد رضا ومحمد علي بن رمضان. اي حاجه صلوا على رسول الله واعملوا لايك واشتراك في القناه، وقول لي ايه رايك في الكلام اللي حصل، ايه رايك في كل ما اتقال. هل النادي الاهلي انت الفتره اللي جايه انت شايفه بصوره عامله ازاي؟ نادي الاهلي نادي فعلا عظيم، نادي الاهلي قدر يجيب صفقات جديده فعلا 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 يستحق التقدير. والنادي الاهلي اللي قالوا عليه بخيل على كابتن محمود الخطيب، اما قالوا ده رئيس نادي بخيل، دلوقتي كابتن محمود الخطيب بيوريهم هو قد ايه جاب صفقات عالية، قد ايه فعلا كل صفقة جايبها هو عارف هو بيعمل ايه. الراجل كان مرقد للصفقات وعارف يجيب الصفقات ازاي. طبعا يجي لك واحد يقول لك زي بلاش نقول اسمه، بيقول لك نادي الاهلي بيجيب صفقات يعني بفلوس من بره، ونادي الاهلي بيجيله فلوس تمويلات من بره. طبعا ده عيب جدا 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 اما يقول كلام زي ده. الكلام اللي زي ده نادي الاهلي بيعرف ازاي يخلص صفقاته. نادي الاهلي اعلاناته لوحدها تصرف عن النادي. يعني انت لو اتكلمت عن الدعاية والاعلان في نادي الاهلي، الدعاية والاعلان لوحدها تصرف عن النادي، لكن النادي الاهلي مش مستني ان حد يتكلم عليه يقول لك اللي النادي يصرف والنادي يعمل والكلام ده. ده عيب، اقول له عيب. اللي بيتكلم عن النادي الاهلي ده لازم يبقى عارف هو مين، تاريخ النادي الاهلي لازم يبقى عارف هو بيكلم مين. انت بتتكلم امام نادي الاهلي. نادي الاهلي يعني اما تتكلم علشان تقول نادي الاهلي بيجيب فلوس من الخارج، تبقى عارف اللي النادي الاهلي بيدخل له كام من الاعلانات. يعني اتكلم في الاعلانات واعرف نادي الاهلي بيدخل له كام. قبل ما تتهم نادي الاهلي بحاجه اعرف نادي الاهلي دخله اللي بيخش له كام. لكن ما تقولش على النادي الاهلي كلام وخلاص وانت مش فاهم حاجه ولا عارف الدخل اللي داخل النادي الاهلي منين ولا فين. لكن لازم تبقى عندك يعني فكر قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي خلاص يعني الحمد لله كابتن محمود الخطيب قدر ينهي في صفقات، والنادي الاهلي هتشوفوه في الفتره الجايه نادي فعلا. الفتره اللي احنا شفناها الاخيره دي مش هتتكرر، الفتره دي بتتكرر كل فين وفين، ولكن المره دي كابتن محمود الخطيب لحقها. فاخواتي اتمنى
انكم الفتره الجايه تساندوا نادي الاهلي. نادي الاهلي ان شاء الله انا شايف انه هو داخل يعني على كاس العالم. نادي الاهلي طموحه مش في افريقيا. في افريقيا السنه دي مهمه جدا جدا. طبعا لو افريقيا كولر خدها هيبقى بالنسبه له خد تاريخ، وضاف لنادي الاهلي تاريخ، لان هو ياخدها 3 مرات، والاول مره يبقى مدرب خدها 3 مرات وهو يكون كولر ان شاء الله. لكن نتمنى التوفيق للاعيبتنا الجداد مع الفريق بن شرقي تريزيجيه. نتمنى ان شاء الله التوفيق ليهم، وان شاء الله النادي الاهلي المزيد منه في خير، والجاي خير مع النادي الاهلي. يا اخواتي ارجو من كل اخواتي وحبايبي يا رب تكونوا بخير، وارجو منكم تدعموا النادي الاهلي وتشجعوه ان شاء الله في المباريات اللي جايه. وبحب اطمنكم النادي الاهلي بخير الفتره دي، وان شاء الله اللي جاي هيبقى يعني افريقيا ان شاء الله، كاس العالم بامر الله. النادي الاهلي هينافس على كاس العالم، ويا رب تكونوا بخير دايما. صلوا على رسول الله واعملوا لايك واشتراك، واشوفكم على خير. السلام عليكم. بحاجه اعرف النادي الاهلي دخله اللي بيخش له كام، لكن ما تقولش على النادي الاهلي كلام وخلاص وانت مش فاهم حاجه ولا عارف الدخل اللي داخل النادي الاهلي منين ولا فين. لكن لازم تبقى عندك يعني فكر قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي خلاص يعني الحمد لله كابتن محمود الخطيب قدر ينهي في صفقات، والنادي الاهلي هتشوفوه في الفتره الجايه نادي فعلا. الفتره اللي احنا شفناها الاخيره دي مش هتتكرر، الفتره دي بتتكرر كل فين وفين، ولكن المره دي كابتن محمود الخطيب لحقها. فاخواتي اتمنى انكم الفتره الجايه تساندوا نادي الاهلي. نادي الاهلي ان شاء الله انا شايف انه هو داخل يعني على كاس العالم. نادي الاهلي طموحه مش في افريقيا. في افريقيا السنه دي مهمه جدا جدا. طبعا لو افريقيا كولر خدها هيبقى بالنسبه له خد تاريخ، وضاف لنادي الاهلي تاريخ، لان هو ياخدها 3 مرات، والاول مره يبقى مدرب خدها 3 مرات وهو يكون كولر ان شاء الله. لكن نتمنى التوفيق للاعيبتنا الجداد مع الفريق بن شرقي تريزيجيه. نتمنى ان شاء الله التوفيق ليهم، وان شاء الله النادي الاهلي المزيد منه في خير، والجاي خير مع النادي الاهلي. يا اخواتي ارجو من كل اخواتي وحبايبي يا رب تكونوا بخير، وارجو منكم تدعموا النادي الاهلي وتشجعوه ان شاء الله في المباريات اللي جايه. وبحب اطمنكم النادي الاهلي بخير الفتره دي، وان شاء الله اللي جاي هيبقى يعني افريقيا ان شاء الله، كاس العالم بامر الله. النادي الاهلي هينافس على كاس العالم، ويا رب تكونوا بخير دايما. صلوا على رسول الله واعملوا لايك واشتراك، واشوفكم على خير. السلام عليكم.